لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الشامبيونز ليج دوري ابطال افريقيا لموسم 23-24 وبداية المسار في دوري المجموعات. الوداد الرياضي الذي خسر نهائي السوبر الافريقي الافريكان فوتبول ليج هناك في بريتوريا الجنوب افريقيا يطوي صفحة السوبر ويفتح صفحات الشامبيونز ليج وعينه على لقب آخر. سريعا الى الملعب الدولي لمدينة مراكش ومباراة الوداد الهجومي للتشكيلة البوتسوانية بينما كورة أمامية في المتابعة بالراس من يتابع الكرة بعيدة تماما تخرج مباشرة. أحمر شرقي يلعب الكرة يحيى جبران ولكن بعيدة تماما. سوء تفاهم بين يحيى جبران وعملود يحيى يجرب حده يحيى سدد الكرة على بعد 35 متر. البوزيسيون عند الوداد والبقية في منطقة الجزاء تلعب الركنية بالراس ممكن ولكن فيها متابعة. الجديد اليوم جنبا إلى جنب مع حركز في محور الدفاع مشاهدي الكرام لأن أمين أبو الفتح فرحان حاضر. هنا العمرود حاضر فيها جول. هي العمرود وسط المدافعين فاجأهم الظاهرة. كذلك يحيى عطية الله بينما كرة تسديد منتصر الحتيمي لعب الثنائية بينه وبين يحيى جبران ولكن بوكو في البوسة يغادر نحو دار السلام لتنزانيا لمواجهة منتصر الحتيمي. تصدي من حارس المرمى بوكو على مرتين يتابع هذه الكرة بوتسوانيا محاولة المرور ليس هناك خطأ الناديين. يحيى جبران يرفع كرة في القائم الثاني وبوكو سيلة من العمرود 1 على 1. العمرود يسدد الكرة يتجاه بوسفيان تتحول مباشرة إلى الركنية يلحق بها الحارس. يلحق بالكرة بوكو في نهاية الأمر. هنا لا زالت عنده الكرة منتصر وسط لاعبي المر هذه عرضية روعة منك يا منتصر والعمرود التسديدة. هنا يحيى عطية الله يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء لكن في مدينة بركان. هنا كرة أرضية وفيها وضعية تسلل. سنعيش الأجواء مرة أخرى الجميلة في مدينة بركان. الجهة اليمنى مع العملود ومنتصر والعرضية من منتصر وبوكو يخرج في نهاية المطاف يقطع هذه الكرة للجزاء. أيوب العملود في القائم الثاني لكن بعيدة على الشرقي البحري تخرج مباشرة. كرة في منتصف الميدان في خطأ وبطاقة الصفراء. انذار ياتي من عمر أرتان والجولي ينتظرون في كرة رأسية ممكن هذه الرأسية ولكن من المدافع تأتي ممتع لازال تحت الحيمود خطيرة. هدف أول جوانين جالاكسي يسجل بخطأ فادح خطأ كبير من عبد الله حيمود. يا حيمود شكرناك يا حيمود مدحناك يا حيمود. وصل الفريق الأحمر ترفع الكرة داخل منطقة الجزاء. هنا الصراع لا زال الصراع داخل المنطقة. أبو سفيان الكرة وصلت أيوب العملود العرضية ولا زالت ودادية وفي خطأ باليسرى. منتصر بعيدة الكرة بعيدة تماما إلى ضربة مرمى لفائدة فريق. كرة الكرة ترفع والعالية دائما الكرات العالية تكون في مصلحة الحارس بوكو كما جرت العادة. أمام العمرود وأمام الشرقي الكرة العمرود يرفع العمرود عندهم لاعبين طوال. هذه الكرة العرضية يكثر من العرضيات لاعبي فريق الوداد الرياضي. هشام أبو سفيان يرفع هذه الكرة الراسية ولكن بعيدة تماما بعيدة تخرج إلى ضربة مرمى. واضح بأنها تجاوزت الخط قبل نهاية الجولة. يحيى جبران ممتازة. هنا الطراوي في وضعية تسلل. الطراوي كان في وضع كرة توصل على الطرف الأيمن جمال حركس الراسية بعد ذلك سهلة لبوكو سينتهي الشوط من جديد. أبو سفيان في القائمة الثاني لمس حارس المرمى الحكم يقول لمس
رفع ديال الكره هنا في القائمه الاولى الراسيه. بعد ذلك سامبو وبوكو، سامبو وبوكو في نهايه المطاف. تابع ديال الاخير يكون اسرع الوداد والركنيه. نعم ركنيه اخر وصلت الى العملود من جديد. هي يا احناس، يا احناس سدد بعيدا تماما عن المرمى. من المفترض ان يفوز في فريق الوداد الراسيه. كم كانت صعبه يا طرق. أين تلك الرغبة الودادية بينما يحيى في وضعية التسلل؟ تحس بأن الوداد اليوم غير طبيعي. يغير الوجهة مع اللاعب يحيى عطية الله في القائمة الثانية. راسية في بعض الاستثناءات كرة مرفوعة هنا ودادية. يحيى محمد الخامس هنا العرضية والمتابعة من حارس المرمى الأيمن. الوداد يحتاج إلى هدف. يلا شوت التسديد، هذا هو المطلوب الآن، هذا هو المطلوب أنه تأتي. المنتخب الوطني المغربي سيتراجع للصف 14 عالميا وسيخسر مرتبة واحدة لأنه هزم منتخبا في تصنيف متدني وهو تنزانيا، ولأنه لم يلعب مباراة أيريتريا التي الغيت، وكان ذلك سيمنحه نقاطا كان بالإمكان أن تبقيه في الصف 13. المنتخب التونسي أكبر مستفيد سيصعد 4 مراتب ليصبح في الصف 28 عالميا والثالث إفريقيا خلف السنغال، والجزائر ستصعد للصف 30 عالميا بصعود 3 مراتب، ومصر ستصعد درجتين وتصبح في الصف 32، بينما نيجيريا التي وقعنا على بداية كارثية في تصفيات المونديال بتعادلين ستتراجع للصف 42 عالميا.